هل يقصد الباز صيدا ثلة الدود، أم ينفخ الكير ريح المسك والعود؟ كذاك شعرك إن أخليت منطقه من نصرة الحق أو من ذكر توحيد. بداك غدر حباه الناس منزلة، فنال فخرا وجاها غير محدود. إني لأسأم من شعر أريد به وصف الغواني حسان الخصر والجيد. فقد طرقن علي الباب قبلهم الفاتنات ذوات الأعين السود، يردن قلبي الذي أضحى بأروقة حبيس ذكرى لأهل العز والجود. فصار حقا على من شاب من صغر وعمره مر بين القفر والبيد. وشق أجداده بالسيف من بلغوا علو عاد وساسان ونمرود، أن يذرف الدمع كالباكي على طلل مستذكرا عز آباء أجاويد. حملت هما تشق الهام شدته بمولدي بين أقوام مناكيد. تصدر الرأي فيهم كل إمعة وأحكم الملك في كف الأماليد. يا أمة نسيت أمجاد أولها وساقها الغرب في قيد وتصفيد. مضت عليها قرون وهي زائغة تستبدل الذكر عزف الناي والعود. متى قيامك لاسترجاع ما ملكت بالأمس قصرا مزاريق الصناديد؟ فقد عجبت لمن أرسى قواعدهم فقه ابن عباس أو علم ابن مسعود. أن يألفوا الذل من أيدي أسافلة توارثوا الخبث من قوم رعاديد.